قلب الهرم الغذائي مش ترند، ده تصحيح مسار لأجسام الستات وخصوصا الحوامل والمرضعات. جسم الست الحامل أو اللي بترضع ما بيشتغلش بس بنظام السعرات، الجسم شغال بمنظومة من الهرمونات وبناء الخلايا وتصنيع حياة جديدة من الصفر. النهاردة الصورة بقت أوضح والهرم اتقلب والبروتين بقى الأساس. دايما بنصح الأمهات اللي بتتابع معايا إنهم ياكلوا 1.5 جرام بروتين لكل كيلو جرام من وزنهم، أو على الأقل من 80 ل 100 جرام بروتين صافي في اليوم، لأن البروتين هو العنصر الأهم للحمل الصحي. البروتين هو العامل الوقائي الأول من تسمم الحمل، وهو ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل. بيساعد على استقرار الضغط والسكر، وبيقلل بشكل ملحوظ كمان من الوحم والغثيان اللي بيكون في الشهور الأولى. والأهم من كل ده كمان إن البروتين هو وحدة البناء الأساسية للجنين نفسه، من خلايا وعضلات وأعضاء وجهاز عصبي ومشيمة قوية ودم وهرمونات، كل ده مصنوع من البروتين. مع الدهون الصحية كمان، مش طبعا مش المصنعة ولا المهدرجة، كل ده بيساعد في تصنيع سليم للهرمونات، نمو أحسن لمخ الجنين، امتصاص أفضل للفيتامينات، وطاقة ثابتة طول اليوم. طيب وبعد الولادة نفس المبدأ هو اللي بيدعم الرضاعة الطبيعية. الرضاعة مش محتاجة أكل كتير ولا حلاوة ولا عسل، ولا كمان ينفع معاها الحرمان والدايت علشان تنقص من وزنك، لأنه هيأثر على كمية اللبن. الرضاعة محتاجة تغذية ذكية. لما تاكلي صح وتركزي على البروتين والخضار والدهون الصحية، وزنك هينقص وإدرار الحليب عندك هيكون مستقر، طاقتك أحسن، مزاجك أهدى، وجسمك هيكون صحي مش تعبان ومنهك. لو حامل وبتعاني من غثيان شديد أو لخبطة في ضغط الدم، لو بترضعي وحاسة إن الرضاعة بتستنزفك وإدرارك مش مستقر، يبقى غالبا طبقك محتاج إعادة ترتيب. التغذية السليمة في الحمل والرضاعة أساس الأمان ليكي ولطفلك. لو حابة تفهمي جسمك محتاج إيه فعلا، وإزاي التغذية السليمة بتحمي حملك وبتدعم استقرار الرضاعة، ما تتردديش أبدا إنك تستثمري في نفسك وصحتك في كورس أمومة بلا قلق، كورس تأهيلي شامل لو حابة تجهزي جسمك ونفسيتك لحمل صحي وولادة أسهل ورضاعة ناجحة. وخليكي دايما فاكرة إن الأم الفاهمة بتبقى واثقة وهادية.